روان تعرفت عليها من فترة قريبة يعني، وسمعتني غنية وتلفنت لها بعد 3 أيام. كانت بالكويت، قلت لها عندي فكرة كتير قوية عليها. إنها استلمت الفكرة، دقت لي دغري، قلت ليتس جو هاد نبلش فيها. شيء كتير حلو، شيء كتير حلو، إنسانة عندها كومبينيشن خطيرة، وشي جمال رباني حلو كتير، تمثيل وصوت حلو وأداء رائع. هيدي استفدت منه كتير للماكسيموم، ماكسيموم. قد ايه بدي اقول لك استفدت، انبسطت كتير بالتصوير واخذت لقطات عالميه. رح تشوفوا كليب عالمي. تعبتها كتير بس تعبت يعني، بكي وفرح يعني ايه، وهي بتلبس الدور كتير، احساس تلبسه. ايه انا تدمرت نفسيا وهي تدمرت نفسيا، بس اخذنا شيء رح يضل للتاريخ وعمل عالمي باذن الله. وفي سربرايز رح تشوفوه بهذا الكليب بعدين، وان شاء الله المشاهدين هي اللي بتقرر. طب فادي، نحن بنعرف انه اسم الله عندك نشاط كثيف، وكان عندك تعاون كمان مع السوبر ستار نوال الزغبي. خبرنا في شيء كمان بعد مخبى غير كل اللي عملتوه، يعني انه كمان عطيتها قصص رغم انه هي تاريخ ارشيفها كتير كبير بالكليبات وباللوكات. مع حفظ الالقاب اكيد نوال الزغبي نشوف حالنا فيها، فنانه من وطننا يعني ذهبيه، وعملت لنا هتات للعمر، وهي يعني بتربطني صداقه فيها كتير كتير كبيره. عم حضر لها عمل هلا خليجي كتير حلو، وهذا 9 تعامل بركي. عم بتفق انا وياها كتير بالتصوير، وشي زي فريند اكثر من هيك، بس كمان عم بعطيها كواليتي عالميه. سو رح تشوفوا عمل مع ست نوال كمان مختلف كتير كتير حلو. كانت يمكن شافت الكليب وقبل ما ينزل على اليوتيوب او ينزل على المنصات، قالت انه انت وحش عبقري او شيء. شو هي اللي خلى نوال، لانه بعد كل هالكليبات واللوكات واللي يمكن هي بتقول انا عملت كل شيء، شو بعد بدي اعمل؟ شو النقطة اللي خلتها توصفك بهالوصف؟ انا ما بتعبها كتير، بعرف شو بدي يعني. صار لي 30 سنة بالدومين. شو اوقات بجيب الفنان كل النهار بالشمس تاخدي لقطة أو كل النهار وما بيطلع حلو. أنا بدرس كتير خطواتي قبل ما أفوت بالتصوير، وهذا شيء بريح الفنان، بريحه جسديا ومعنويا. وأهم شيء تبني الثقة بينك وبينه، إنه بيعرف الإضاءة صح، بيعرف طالع حلو، طالع عم يعمل شيء حلو. هيدي الثقة بدها وقت لتنبنى، وما لازم تنكسر أبدا. أنا بس كون معها دغري بتسلمني حالها، وبنتفق ونخلص التصوير بوقت قليل، بسرعة أكيد، وعارف شو بدي، ومن النتيجة هي شاطرة كمان. كمان عملت نجاحات كبيرة مع شمس الغنية نجوى كرم. اليوم بألبوم كاريزما اعتمدت أسلوب آخر يلي هو لوكات باستوديو كأنه، وتقطيع الأغاني. قد أنت مع هالفكرة أو لا أنت بتشوف مثلا راجعة بألبوم بعد سنين؟ أنا بحبها مثل ما أنا بشوفها، وست نجوى بتربطني صداقة فيها كتير كبيرة، تاريخ وعملنا أعمال عالمية مع بعض. وحتى بديبروفنيك كرواتيا صورنا بوست قبل النوم، كسر الدنيا، وأخذنا جايزة من المنطقة. في كتير تربطني فيها صداقة كتير كبير. هي شافت إنه ايه نجاحات كبيرة، بالنتيجة بدها تغير وعم تعمل شيء جديد. الله يوفقها. الجمهور هو اللي بيحكي والجمهور هو اللي بيقرر. أنا بتمنى لها كل التوفيق والله يوفقها. وبالنتيجة هي أخت وصديقة كتير عزيزة، ومع مين ما تشتغل أنا بحب كمان وبشجعها وبحضر لها كليباتها، والله يوفقها. هذا اللي بقدر أقول. بس هي يعني حلو إنسان يغير كمان، مش ضلعة فادي حداد كل الوقت. مين اللي هيك 3 أسماء عن جد يعني هولي بعد ما تعاملت معهم وحلو؟ بحس مع إنه ما بيصور كتير، بحس راشد الماجد حبيب قلبي كتير خليجيا. راشد الماجد كتير بحب كتير، والست ماجدة الرومي كمان بحب، لأنه ما بتصور كتير، حابب أعمل لها عمل يعني، هول براسي حابب أشتغلهم صراحة.